السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة الجمعة، زي ما وعدتكم هتبقوا معايا في أول أوردر ليا. عايزة أعترف لكم إن الموضوع ما كانش بجد مطروح، ما كنتش بفكر فيه. بصراحة كان عندي أفكار تانية كتيرة لما بدأت القناة، منها حلم بتمنى أحققه، يمكن لسه الوقت ما جاش عشان نتكلم فيه. لكن فكرة الأوردرات ما كانتش بصراحة مطروحة. علشان كده أنا عايزة قبل ما نشوف الأوردر مع بعض، عايزة أشكر كل الناس اللي دعمتني، وكل الناس اللي واقفة جنبي، وكل الناس اللي بتزقني عشان أتقدم أو أعمل حاجة مفيدة أو حاجة حلوة في حياتي. باشكر ربنا، باشكر ربنا إنه واقف جنبي، وإنه ساندني، وإنه مقويني، وإنه بيفتح لي سكك حلوة وبيعرفني بناس جميلة. باشكر جوزي اللي بجد ليه كل الشكر والتقدير مني، لانه داعم في حياتي، ولانه بيساعدني، ولانه بيقف جنبي، ولانه بيشجعني. بجد ربنا يبارك له يا رب يا رب، ويتوفق في شغله. بشكر الاستاذه ايمان صاحبه اوردر النهارده. الاستاذه ايمان بشكرك، هي عروسه جديده، بشكرك على ثقتك فيا، ويا رب ابقى قد الثقه دي. بشكر الاستاذه هبه. الاستاذه هبه صديقتي، او صديقه القريبه لقلبي، واللي بجد هي صاحبة الفكرة. يعني زي ما قلت لكم، ما كنتش بفكر في الموضوع خالص، هي صاحبة الفكرة، وهي بجد اللي شجعتني، وهي اللي كانت بتشجعني طول الوقت ان ابتدي. فانا بجد بشكرها. بشكركم انتوا متابعيني اللي منورين بجد قناتي، منورين حياتي. ربنا يا رب يخليكم ويحفظكم. عايزة اقول لكم بقى قبل ما نقوم نشوف الاوردر مع بعض، اني وانا بعمل الاوردر ده فكرت في فكرة، عايزة أعرف رأيكم فيها. أنا فكرت إن أنا الموضوع ما يبقاش مقتصر أو يبقى مقفول على فكرة إن أنا بعمل أوردر لأسرة. لأ، أنا عايزة أعمل حاجة فكرت فيها. عايزة أعمل وجبات بسيطة وموفرة كده للعمالة اللي موجودة تقريبا طول النهار في الشارع. يعني في ناس بتشتغل في ورش صغيرة، وبتشتغل في أماكن مصانع صغيرة، وبتقضي اليوم كامل بره. للناس دي أنا عايزة أعمل وجبات، وخصوصًا إحنا داخلين على الشتا، في مساحة نعمل وجبات كتيرة أوي وحاجات حلوة أوي بأسعار موفّرة، بأسعار تبقى بالنسبة لهم مش مكلفة. يا رب الفكرة تعجبكم، ويا رب أعرف رأيكم فيها. عشان ما أطوّلش عليكم أكتر من كده، يالّا بينا بقى مع بعض نقوم نشوف الorder بتاع النهارده. يالّا بينا بقى نشوف مع بعض الorder. زي ما أنتم شايفين معايا، هي طلبت مننا صينية مكرونة بالبشاميل، فرخة تكون متبلة كده في الفرن، طلبت ورق عنب. أنا بصراحة عملت لها الورق عنب في طاجن كده كهدية من عندنا عشان هي عروسة، وحسيت إن هيبقى ألطف لما تحطه على السفرة بالشكل ده. كمان هي طلبت مننا بصراحة مخللات مشكلة، بس أنا عملت لها طبق سلطة صغنون كده، يعني عشان يعني أنا باحس الأكلة دي حلوة السلطة جنبها، فقُلت إن هي تجرّب يعني. عايزة أقول لكم طبعًا أنا مستخدمة لحم بلدي في المكرونة. عايزة أقول لكم إن طبعًا أنتم عارفين أنا عني إن أنا باستخدم سمن الشيتون وزيوت كلّها نباتية. ده الorder بتاعنا النهارده، وهاقرّب معاكم الصورة أكتر كده عشان تشوفوه شوية معايا عن قُرب. دي صينية المكرونة. صينية المكرونة تقريبًا 30، الصينية دي 30. تمام. والفرخة بتاعتنا أهي. الفرخة بتاعتنا حوالي كيلو 700 جرام، حجمها ما شاء الله عليها، يعني متبلة بصراحة ريحتها تحفة. طاجن ورق العنب زي ما قلنا، بجد طالع حلو قوي قوي قوي. والسلطة زي ما قلت لكم، والمخللات المشكلة اللي هي طلبتها. يا رب أنا بتمنى طبعا إن الفيديو يعجبها يا رب. باتمنى يا رب إذا الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوة، بشير للفيديو، باشتراك تشرفوني في قناتي. باستنى دايما دعمكم. بجد بحبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.